بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي على كواي وعلى صفحاتي في الفيسبوك وعلى اليوتيوب، 4 محاور هتكلم فيهم النهاردة. أولها إن خالد الغندور بيصرح إن عقده انتهى مع النادي الزمالك أو في قناة نادي الزمالك في آخر 11، وإن هو خلاص محدش كلمه على تجديد عقده. طبعا تمام كده ان احنا سمعنا الكلام ده وقومنا بيه، ولكن بعد كده حد بيسأله قال له لا، انا عايز اروح في مكان اقدر اعبر عن رأيي الشخصي واكون ملك الجميع واكون محايد في حديثي عن الجميع. يبقى انت كده بتثبت ان انت كنت مجبر على كل كلمة انت بتقولها، انت كنت مجبر على انك الكلام اللي عايز يطلع بس من نادي الزمالك انت بتاخد ورقة بيه. فاذا ان انت كده بتكشف حقائق ممكن تكون بدون ما تاخد بالك حقائق على ان ده قناة نادي الزمالك قناة غير واقعية، قناة ما غير حيادية، قناة بتتكلم في اي حاجة وخلاص. ده بالنسبة لخالد الغندور. بالنسبة لخالد الغندور وهذا الوضع، طبعا احنا عارفين ان خالد الغندور كان بقطع النادي الاهلي ومقطع رموز النادي الاهلي، ومفيش كلمة بتعدي من البرنامج بتاعه الا وهو بيتكلم عن النادي الاهلي. يبقى اذا هو بطريقة غير مباشرة كشف الأمور وصحح الأوضاع بأنه بيقول إن أنا عايز أكون ملك الجميع، عايز أكون حر في رأيي. يبقى إذا أنت كنت بتتملى الرأي اللي أنت هتقوله، كنت بيجبروك على إنك تتكلم كلام معين، فده شيء مش كويس بالنسبة لنادي الزمالك وبالنسبة لك أنت كمان يعني. ده بالنسبة ل كابتن خالد الغندور. بالنسبه لكابتن مصطفى يونس بقى والاقاويل ان هو تم طرده من نادي الزمالك او ما تمش طرده من نادي الزمالك، هي القصه كلها ما تفرقش سواء تم طرده او ما تمش طرده. الموضوع يعني لا يعني جماهير النادي الاهلي ولا يعني مجلس اداره النادي الاهلي، لان الموضوع ببساطه شديده جدا ان هو اللي اختار الطريق، وان مفيش بني ادم سواء بقى بيلعب في الاهلي او في الزمالك يكون اسمه لمع في نادي وبعدين يبدا يحارب في رموزه ويحارب في النادي ويتكلم كلام مش كويس. وغير كده كمان ان احنا ما تعودناش على حد من النادي الاهلي انه يكون قاعد في مكان يهز راسه بس، لان ده شيء مش كويس ابدا، ولا بيثبت رجولة هذا الشخص. يعني النهارده انت بتتكلم، مرتضى منصور قاعد يتكلم وانت قاعد طول الوقت بتهز دماغك، ده شيء مش كويس طبعا. يعني طردك من نادي الزمالك او عدم طردك من نادي الزمالك لازم تعرف ان هو لا يعني جماهير نادي الاهلي ولا يعني مجلس اداره النادي الاهلي ولا اي حد ينتمي لكيان النادي الاهلي. تمام. طيب ثالث محور بقى عايز اتكلم فيه وهو مهم جدا، موضوع فيتوري والمنتخب. طبعا كولر من الحاجات العظيمة اللي بيعملها ده بيثبت كل يوم ان هو مدرب عظيم، انه عامل ملف لكل لاعب في النادي الاهلي يقدر يستطيع انه يتحمل التدريب مثلا نص ساعة، ساعة ونص، له تدريب معين. كل لاعب له ملف عشان يتفادى قصة الإصابة اللي فعلا هي في عهد كولر قلت إلى 1%. راح المنتخب وتم اصابته وهيقعد حوالي 4 أسابيع ما بيتدربش او ما بيلعبش كوره. وطلبوا ياسر ابراهيم. طبعا حد سيد عبد الحفيظ زي ما الاقاويل بتقول ان سيد عبد الحفيظ رفض ياسر ابراهيم. لا، هو ما رفضش ياسر ابراهيم، ولكن ياسر ابراهيم له ملف وعنده قدرات معينه في الوقت الحالي، لان هو كان مستبعد فتره طويله، يعني في بدايه كولر كان مستبعد. فالموضوع بالنسبه له والامر بالنسبه له امر لازم يبقى مدروس علشان يتجنب الاصابه. طيب يبقى احنا بنتكلم في حاجات غير حقيقيه، ان محدش الاهلي ما رفضش ذهاب ياسر ابراهيم للمنتخب، وان خالد الغندور بيعترف رسميا ان الزمالك، انه قناه الزمالك بتجبره على اقاويل هو مش راضي عنها، وان مصطفى يونس اتطرد من نادي الزمالك او ما اتطردش لا يعني جماهير النادي الاهلي. يا ترى الرياضة موديانا لفين؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه في الفترة الجاية، وده اللي احنا عايزين نقول الارتقاء بالرياضة وسرد الحقائق من الحاجات المهمة جدا اللي المفروض تكون موجودة. بشكركم جدا جدا، واتمنى انكم تتابعوني، واتمنى ان انتم تكونوا معايا على الكواي وعلى اليوتيوب وعلى صفحاتي. بشكركم.